السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلب ام بوسان، قبل ما نبدا الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناه ينسى يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله. كمان تحطوا لي اللايك اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. جماعه انا عايزه كل اللي بيتفرج على الفيديو بجد يحط اللايك وتكتبوا لي بقى كومنتات كتير قوي حلوه. النهارده يا اخواتي، دخلت المطبخ كده وهنعمل الغدا مع بعض. المطبخ طبعا عندي ما كانش احسن حاجه، بس انا كانت بتصبع عليكم. هي يا جماعه بيسان لما بقيت ادخل المطبخ لازم تدخل ورايا وتقعد على الرخامه، لازم يعني تكون معايا في المطبخ. فهنا بقى كانت جايبه لي برتقانه كده عشان اقشرها لها قبل ما اعمل اي حاجه يعني. فطبعا وهنا برضو كنا فطرنا، وطبعا كوبايه الشاي ورايا اهيت. فطرنا وخلصنا فطار وقلت بقى ادخل عشان اروق واعمل الغدا يعني زي ما قلت لكم. جابت لي برتقال عشان اقشرها لها، فقشرتها لها وحطيتها لها في الطبق واديتها لها طبعا ودخلتها جوه وكل حاجه تمام. لا هي كانت كل شويه بتجيلي عشان تقعد معايا. بصوا يا جماعه، هي هنا بتقول لكم باي باي عشان خلاص كانت هتدخل جوه يعني. المهم يا جماعه اني دخلت بسام بقى زي ما قلت لكم، وجيت بقى عشان ايه اشوف اللي ورايا في المطبخ. كان عندي طبعا شويه مواعين حلوين يعني، وطبعا علشان برضو الجو ساقع اليومين دول. بصراحة كنت بكسل اغسل المواعين بالليل. يعني اصلا هو في مواعين اصلا متنشفة اهي فحطيتها مكانها. فلا ما مش عارفة يعني، انا في العادي بحب اغسل المواعين جدا جدا جدا. انا اصلا بقف في المطبخ عشان غسيل المواعين يعني، ما اعملش اكل لكن اغسل المواعين عادي. بس لا، عشان زي ما قلت لكم ان الجو ساقع الايام دي فبكسل اغسل المواعين يعني بالليل. فشلت بقى الحته اللي هي كانت الفوطه اللي هي بنشف عليها يعني المواعين وكده علشان اغسلها. انا يا جماعه عامله فوطتين 3 لتنشيف المواعين. المهم يا جماعه خلينا في حته ان انا دلوقتي جيت علشان اغسل بقى المواعين. فبغسل الرخامه الاول قبل ما اغسل المواعين. انا بحب كده جدا، قبل ما بغسل المواعين بغسل الرخامه اللي هحط عليها المواعين المغسوله. انتوا فاهميني؟ انا عندي طقوس كده في غسيل المواعين غريبه شويه. فهنا بقى كنت خلاص بجهز نفسي عشان اغسل المواعين زي ما قلت لكم. انا حسيت ان انا بقول بغسل المواعين كتير، صح يا جماعه؟ معلش عشان انا آه، عايزه انام وكده فمش مركزه خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات، صلوا على النبي وحطوا لي اللايك. اهم حاجه اخواتي، اهم حاجه كل اللي بيتفرج ولسه ما حطش اللايك لام بساني يحط اللايك، علشان انا بعمل لكم الروتينات دي وانا بجد تعبانه جدا. بس يا اخواتي مش خساره فيكم طبعا. ان انا بطلع بتكلم معاكم كده والله العظيم حاجه حلوه جدا. المهم بقى يا اخواتي ان انا اليوم ده كان يوم شتاء. وطبعا الايام اللي فاتت دي عندنا كانت، هو مش شتاء، هو الدنيا بتنقط كده شويه. انتوا عارفين اللي هو ايه، بتورينا بس الشتاء لكن هي اصلا ما بتشتيش ولا حاجه. بس الجو ساقع يعني، بصراحه الجو فيه لسعه برد كده شويه. فطبعا كنت مكسله جدا 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 ان انا اقوم واعمل الحاجات دي. المهم بقى يا جماعه، انا نسيت كنت بقول لكم ايه علشان كان محمد بيرن عليا. المهم ان انا كنت بقول لكم ان انا كنت مكسله جدا اعمل حاجه اليوم ده. بس لا طبعا يعني لو انا ما عملتش مين اللي هيعمل بدالي يعني؟ فلازم انا اللي كنت اقوم واعمل طبعا. بس انا كانت كل شويه تيجي عايزه تقول لكم باي في الكاميرا، مش عارفه ليه المهم بقى يا جماعه ان انا هنا كنت خلصت خلاص المواعين و وطبعا كنت هنشفها. فجبت فوطه جديده زي ما قلت لكم يا جماعه. انا كنت بقول لكم ان انا عامله 3 فوط لتنشيف المواعين. مش بخليها اكتر من مرتين مثلا، يعني مرتين انشف عليها وبعد كل تنشيف انا عامله بسام. وبعد كل تنشيف مواعين بنشرها يعني علشان ايه تتهوى برضو، وبعد كده بغسلها مع الغسيل. المهم يا جماعه ان هنا بقى كنت خلاص خلصت وكنت بقى هبدأ في الغدا. الغدا طبعا انا قلت لكم ان الدنيا اليوم ده كانت بتشتي. يعني الفيديو ده عندي من شويه يعني، فالدنيا كانت بتشتي. طبعا اكله الشتاء يا جماعه معروفه للمصريين، اكله الشتاء معروفه للمصريين هي عدس. فهنا بقى كنت قلت بقى قبل ما اعمل العدس، طبعا حبيب قلبي انا جماعه عايزه اقول لكم والله العظيم بجد ان انا بستنى الدنيا تشتي علشان اكل عدس. انا من عشاق العدس. آه المهم بقى اخواتي ان انا كنت بعد ما خلصت يعني بحب اغسل قوي الدنيا وانشفها كده بالفوطه بتاع المطبخ دي. بحب كده قوي. بدات بقى هنا يا جماعه يا اخواتي في العدس. غسلت اول حاجه العدس، غسلته كويس جدا.
هي حاجاته سهله جدا ويعني هي اكله مش صعبه خالص وتتعمل في ثانيه. وانا زي ما قلت لكم ان انا بعشق العدس، بعشقه. انا عايزه اقول لكم ان في ناس ما بتطيقش حاجه اسمها عدس بجد، بس مش عارفه ازاي يعني. ده هي اكله ممتعه جدا وبالذات في الشتاء اللي احنا فيه ده. المهم بقى طريقتي في العدس يا جماعه، انا بعمله بطريقه حلوه جدا وطريقه سهله جدا. بجيب الميه بعاير يعني ازازه ميه كده، وطبعا الميه دي على حسب الرغبه وعلى حسب انت عايزه تحطي ايه او الكميه اللي انت هتعمليها. وبحط عدس، طماطم، بصل، وبحط كمان جزر. طبعا اليوم ده انا كان عندي جزر انا بخزن يا جماعه الجزر في الفريزر يعني العدس. يعني اي اكله بينفع طبعا. ولما بيتساب في التلاجة كتير يعني هو بحاله كده بيدبل كده ومبيبقاش حلو، فانا عشان كده بخزنه في الفريزر يعني. المهم طلعته بقى وحطيته وطبعا حطيت توم، بس انا نسيت اصور الحته دي. جيت هنا بقى والعدس متولع عليه، يعني قلت انجز حاجاته بسرعه علشان ايه يبقى عندي كل حاجه جاهزه. وعشان طبعا انا كل شويه بسيب كل حاجه في المطبخ وبطلع اقعد مع بيسان شويه، فقلت كمان احمر الشعريه، فحمرت الشعريه. وانا يا جماعه بحمر شعريه كتير لاني بحب اكلها جدا وهي متحمره، فباكل يعني باكل شويه وبحط في العدس شويه. المهم بقى ان انا كنت خلاص طلعت الشعريه وقلت احمر البصله كمان اللي هحطها مع العدس. بصراحه يا جماعه انا البصله دي مش دايما بحطها في العدس يعني. انا مره احطها ومره بكسل اني اصلا اعملها بصراحه يعني. يا جماعه انا كسليه جدا. ده غير كده يا جماعه يا اخواتي كمان ان انا بنسى جدا جدا في الاكل. يعني انا ممكن مره اعمل الاكله، تاني مره اجي اعملها لازم اكلم ماما اقول لها ماما الاكله بتتعمل ازاي، مع ان انا لسه عاملاها بس لا انا نسيت. يعني انا بنسى في الاكل جدا. انا مش من هواة الناس اللي بيعملوا اكل بقى ويطلع احسن لا انا بصراحه ممكن اقف في المطبخ اروقه، انضفه، اعمل اي حاجه، انزل الظرف واطلعها تاني. لكن ان انا اطبخ واطلع ابداع في الاكل وكده لا بصراحه مش عارفه ما بحبش بصراحه. المهم هنا بقى ان كان البصله اتحمرت، فجبت الطبق والمصفى دول عشان اصفيها من الزيت، يعني عشان برضو ايه العدس ما يشربش زيت جامد يعني بصراحه. ف اللهم صل على سيدنا محمد. طلعت بقى البصله هنا والشعريه. طبعا هما مش غامقين قوي كده، مش عارفه الكاميرا مغمقاهم قوي ليه كده، هما لونهم حلو جدا. هنا بقى العدس كان غلي، فجبت الهاند بلندر دي وطفيت عليه طبعا علشان يعني وانا بعمل بالهاند بلندر ما يطرطش عليه. طبعا هو بيغلي فبيطلع فقاقيع كده، فلو عملتها يعني والهاند بلندر عملتها بالهاند بلندر وهي متولع عليها ممكن تطلع عليا يعني ايه تلسعني مثلا ولا حاجه، فعشان كده انا طفيت النار. بس عايزه اقول لكم ان انا عملتها بعدها وعملتها بالهاند بلندر وهي متولع عليها وما حصلش اي حاجه يا جماعه. انا خفت على الفاضي. المهم ان هنا بقى زي ما قلت لكم جبت الهاند بلندر وضربتها كويس جدا. وجماعه والله الهاند بلندر سهل كتير قوي 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 عن الخلاط. يعني زمان طبعا احنا ما كانش عندنا خلاط في البيت قبل ما اتجوز وكده، ما كانش عندنا هاند بلندر، فكنا طبعا بنعملها في الخلاط. كانت ماما بتستنى لغايه ما تبرد طبعا لان عمرها ما تعملها وهي سخنه. فلا الهاند بلندر سهل كتير والله. فحطيت كمان الملح والكمون. وهنا بقى نزلت بالشعريه عليها بعد ما غلت غلوه، يعني بعد ما ضربتها بالهاند بلندر. وبعدين نزلت بالشعريه وشويه كده، ونزلت اخر حاجه خالص قبل ما اطفي النار على طول نزلت بالبصله اللي هي ايه انا محمراها. ما نزلتش بيها كلها طبعا علشان ايه اعمل يعني ديكور كده في الاخر بعد ما اغرف، يعني هتشوفوه حالا برضو. انا بحب يا جماعه طالما هاكل، وخصوصا لما اكل لوحدي. يعني انا اليوم ده كنت اكل لوحدي لان محمد كان في الشغل واتاخر طبعا، وهو كان هياكل بالليل لما يجي. فعشان خصوصا لما اكل لوحدي يعني احب اروق على اللي انا هاكل عليه عشان ايه يتفتح نفسي يعني. فغرفت الطبق ده احط عليه ليمونه يعني واكله. وغرفت الطبق ده علشان اعمله الفته دي يا جماعه اللي هي بتعمل عيش فيها. يعني تحطي العدس كده وتحطي فيه عيش بيبقى طعمها تحفه جدا يا اخواتي. وعايزه اقول لكم ان العدس يوميها كان طعمه خطير خطير خطير، اخطر حاجه في الخضريه. المهم بقى يا اخواتي هنا بقى الفيديو خلص، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم تحطوا لي اللايك، اهم حاجه اللايك يا اخواتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد.